مشاهدينا في كل مكان، يسعدكم أوقات نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. وفد إريتريا في الأمم المتحدة يلتقي وزراء مختلف الدول ومبعوثة الاتحاد الأوروبي. جهود لضمان سلامة وجودة الإنتاج الزراعي. تنظيم دورة تدريبية لأعضاء قوات الدفاع. لافروف يؤكد لروبيو عدم قبول موسكو بمخططات كييف. روسيا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في مجال بناء محطات طاقة نووية. وشي يتعهد بخفض انبعاثات الصين من غازات الدفيئة بحلول 2035. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وفد إريتريا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح على هامش الاجتماع الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التقى وزراء خارجية عدد من الدول والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي. والتقى الوفد الإريتري وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ووزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد ووزير الخارجية الغامبي سيرينجي مودو والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي الدكتورة آنيت ويبرز. وبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بالإضافة إلى القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الوزير عثمان والوزير بدر بن حمد العلاقات الأخوية والتاريخية بين إريتريا وسلطنة عمان بشكل عام والاقتصاد والتجارة بشكل خاص، وتبادلا وجهة النظر حول تحديات السلام والأمن في القارة الأفريقية. وناقش الوزير عثمان والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي الدكتورة آنيت ويبر قضايا السلام والأمن الهامة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى التعاون بين إريتريا والاتحاد الأوروبي. كما أكد على ضرورة احترام سلامة أراضي جميع الدول وسيادتها واستقلالها. وأشادت الدكتورة آنيت ويبر بالدور المهم لإريتريا في المنطقة، خاصة في ضمان سلامة وأمن النقل في البحر الأحمر. في غضون ذلك شارك الوزير عثمان صالح في قمة المناخ رفيعة المستوى التي عقدت في 24 من سبتمبر، وألقى كلمة تناول فيها موقف إريتريا من القضية الراهنة. وقال إن إريتريا مثلها مثل العديد من دول الخط الأمامي تتأثر بالعواقب الوخيمة لتغير المناخ، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم توازن هطول الأمطار يشكلان تحديا لحياة شعبنا، موضحا التدابير المدروسة التي تقوم بها إريتريا للتخفيف من المشكلة. نقل الوزير عثمان صالح رسالة إريتريا المرتكزة على 3 محاور، وهي الالتزام والوضوح والشراكة. في غضون ذلك شاركت سفيرة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفماريام، شاركت في الاجتماع 49 لوزراء خارجية مجموعة 77 والصين الذي انعقد في 24 من سبتمبر. وقالت السفيرة صوفيا في كلمتها إن الأمم المتحدة وأهدافها المقدسة اختطفت من قبل قوى جشعة وقمعية واستخدمت كأدوات لأجندات قمعية ونظام اقتصادي عالمي غير عادل. وأشارت إلى أنه للتغلب على هذا الأمر يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بالكلمة والروح بميثاق الأمم المتحدة، وكذلك احترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وكان الوفد الإريتري قد عقد لقاءات مماثلة مع وزراء خارجية السودان وبروندي واليونان والبرتغال في 23 من سبتمبر. يعمل قسم خدمات الرقابة الإقليمية في الإقليم الأوسط لضمان جودة وسلامة الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول القسم السيد يوهانس جبرولد لوكالة الأنباء الإريترية إرينا إصدار إعلان عن الحجر الصحي على المحاصيل في النصف الأول من هذا العام، بالإضافة إلى إعلان قانوني لتحديد المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات تصنيع الألبان ومشتقاته.
وكذلك إعلان قانوني لتحديد التعامل مع المبيدات الحشرية واستخدامها وتخزينها والتخلص منها، وتجري عمليات مراقبة قوية بناء على ذلك. وقال إن البرنامج الذي ركز على تنمية منتجات زراعية مختارة على مساحة 99 هكتارا بمشاركة 96 مزارعا شمل 4 أصناف من بذور القمح وصنفين من الشعير. وذكر بأن أعمال الرقابة تتم ابتداء من اختيار المزرعة وحتى دخول المنتجات إلى المستودع، مضيفا أنه سيتم إبلاغ المزارعين بالظروف المقبولة وغير المقبولة مستقبلا من خلال المشاهدات الاختبارية. وأشار إلى أن إدارة القانون والنظام قامت بإغلاق إحدى المنشآت من بين 14 منشأة خاصة والتي ظلت تعاني من خلل في النظافة والكفاءة. ونصح المزارعين بالامتناع عن استخدام الأدوية البيطرية والنباتية غير المعروف جودتها لعواقبها الوخيمة. تلقى 188 من منتسبي قوات الدفاع في القيادة الوسطى تلقوا دورة تدريبية تركزت حول الإدارة والقيادة. تضمن التدريب النظري والتطبيقي الذي استمر لأكثر من شهرين مواضيع رئيسية مثل الإدارة العامة والقيادة وتدريب المدربين. وقال قائد هيئة إدارة القيادة الوسطى المقدم تيدروس تشامي في مراسم التخريج التي حضرها قائد القيادة الوسطى العميد تخلة كفلاي وقادة الفرق العسكرية وهيئات القيادة يوم 23 سبتمبر في عالم إن الإدارة هي وسيلة إبراز نقاط القوة والضعف فضلا عن كونها فنا علميا يتطور باستمرار. ودعا المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا من خلال توسيع آفاقهم وتعزيز مكانتهم الإدارية. وقال ممثل المتدربين إن التدريب أثر وعمق ما تعلموه ووعد بتطبيقه عمليا ونقله إلى زملائهم. ودعا قائد القيادة الوسطى العميد تخلة كفلاي المتدربين على عدم الاكتفاء بما تلقوه وتطويره بالعمل والقراءة، كون المعارف الإدارية واسعة جدا. يقوم سكان ضاحية لعينتن بمديرية جندع بمبادرات برامج للحفاظ على المياه والتربة بشكل عام وأنشطة التشجير بشكل خاص. وأوضح مدير إدارة ضاحية لعينتن السيد صالح سليمان أنه تم غرس 30,000 شتل على فترتين بحلول عام 2024 وأنها بحالة جيدة وأن العمل الذي يقوم به السكان له أهمية كبيرة في استقرار البيئة والتربة. وأضاف السيد صالح أنهم سيواصلون الحمل لزراعة 40,000 شجرة أخرى. وقال السكان إنهم سعداء برؤية حملتهم المنتظمة للحصاد في الأراضي التي ظلت السيول تجرفها، حيث بدأت الأراضي تزدهر نتيجة العمل الجاد الذي قاموا به، مؤكدين استمرار برامج التنمية التي ينفذونها للحفاظ على المياه والتربة والتشجير ومعالجة الحواجز وإصلاح الطرق. ضاحية العينتن هي أحد 17 إدارة الضاحية تابعة لمديرية جندع ويقطنها 460 نسمة. شاركت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ماينز الألمانية وضواحيها في مهرجان اليوبيل الذهبي المتعدد الثقافات في المدينة. المهرجان السنوي الذي أقيم في 14 من سبتمبر وتشارك فيه جاليات من مختلف البلدان ينظم هذا العام بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسه. وتم اختيار جناح إريتريا ليكون المضيف الرئيسي لكبار الشخصيات، حيث قدمت دعوة للمسؤولين من بينهم حاكم ولاية رايلاندي بلاتينات السيد إلكسندر شفايتزر وعمدة ماينز السيد نينو هازن إلى تقاليد القهوة التقليدية في قمة اتحاد المرأة الإريتريا. وتفقدوا في المناسبة فعاليات تعريفية بثقافة وتاريخ إريتريا. شهدت مدينة عد غيح في 4 من سبتمبر الجاري عملية التخلص من سلع استهلاكية منتهية الصلاحية ضبطت خلال عملية تفتيش روتينية في المدينة. تم تنفيذ العملية بالتعاون مع وحدة القانون والنظام ومكاتب الصحة والتجارة والشرطة.
وأوضحت مسؤولة وحدة القانون والنظام السيدة جابرييلا إتبارخ أن أنشطة التفتيش والمراقبة التي جرت خلال 3 أشهر تهدف إلى رفع وعي المرافق التجارية ومعاقبة وتصحيح المخالفين، مشيرة إلى معاقبة 44 مرفق تجاري. من جانبه دعا السيد تمسجن ملآكي من مكتب خدمات الصحة العامة التجار والمشترين على اليقظة وتوخي الحذر، موضحا أهمية المراقبة الضرورية لتجنب المخاطر الصحية الموجودة في المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية في الأسواق. استشهد المناضل تسفى قرقيش التخلي ماريو يوم أمس 24 من سبتمبر عن عمر ناهز 74 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل تسفى قرقيش تخلي بصفوف قوات التحرير الشعبية في فبراير من عام 1975، وناضل ضمن المكتب السياسي والفرقة 34 في فترة النضال المسلح، ثم عمل بعد الاستقلال في خدمة النقل البحري ووزارة النقل. المناضل تسفى قرقيش تخلي رب أسرة وأب ل5 أبناء، ووري جثمانها الثرى ظهر اليوم الخميس 25 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل تسفى قرقيش تخلي، وتعزي زويه ورفاقه المناضلين وزملائه. كانت هذه حاصلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك، أكد أن مخططات كييف التي ترمي إلى إطالة أمد الصراع الأوكراني غير مقبولة. وجاء في بيان وزارة الخارجية، أكد الوزير عدم قبول المخططات التي تروج لها كييف وبعض العواصم الأوروبية بهدف إطالة أمد الصراع. وعقد الوزيران الاجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر لمدة ساعة واحدة خلف الأبواب المغلقة. وكان آخر لقاء عقد بين لافروف وروبيو على هامش فعاليات رابطة الدول جنوب شرق آسيا آسيان في ماليزيا في يوليو الماضي. والتقى روبيو نظيره الروسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك غداة تحول في مواقف دونالد ترامب في شأن أوكرانيا. ولم يدل الوزيران اللذان التقيا في فندق كبير بنيويورك بأي تصريحات للصحفيين. أعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية توقيع روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في الأراضي الإيرانية. جاء التوقيع خلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إلى موسكو، حيث عقد اجتماعا مع مدير شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف. كما أفاد البيان بأن ليخاتشوف وإسلامي ناقشا خلال الاجتماع سير تنفيذ المشاريع الجارية بين البلدين، بالإضافة إلى جدول الأعمال المستقبلي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكد البيان أن الجانبين تطرقا إلى مستجدات المشاريع القائمة والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض انبعاثات بلاده من غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 7 و10% من أعلى مستوياتها بحلول عام 2035، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. والخطة الصينية أعلنها شي في مقطع فيديو توجه فيه إلى الهيئة الدولية، مشيرا إلى التزام الصين بالعملية الدبلوماسية الدولية في حين تدافع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب عن استخراج الوقود الأحفوري. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في الاتفاق على خطة موحدة. وقال الرئيس الصيني إن التوجه السائد في عصرنا هو لمراعاة البيئة وخفض الكربون، مؤكدا أنه على الرغم من أن بعض الدول تعمل ضد هذا التوجه، لذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في المسار.
ولم يسبق للصين أن التزمت برقم محدد على المدى القصير أو المتوسط، وكانت قد حددت هدفا لها يسهم في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، كما كانت تعهدت ببلوغ انبعاثاتها ذروتها قبل حلول عام 2030، وهو ما يبدو أنها على وشك تحقيقه في العام الحالي بفضل ازدهار الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية في إخراج 23 عاملا سالمين بعد ما علقوا طوال يومين على عمق 80 مترا داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد وفق ما نشرت رويترز. وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمال 23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم لاريليكا الواقع على بعد نحو 4 ساعات من ميدلين شمال غرب ثاني كبرى مدن البلاد. والعمال الذين حصروا تحت الأرض على عمق 80 مترا كانوا طوال هذه الفترة يتلقون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف. وأكدت وكالة التعدين الوطنية أن عملية الإنقاذ انتهت بعد 48 ساعة من العمليات المتواصلة. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. وفد إريتريا في الأمم المتحدة يلتقي وزراء مختلف الدول ومبعوثة الاتحاد الأوروبي. جهود لضمان سلامة وجودة الإنتاج الزراعي. تنظيم دورة تدريبية لأعضاء قوات الدفاع. لافروف يؤكد لروبيو عدم قبول موسكو بمخططات كييف. روسيا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في مجال بناء محطات طاقة نووية. وشي يتعهد بخفض انبعاثات الصين من غازات الدفيئة بحلول 2035. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.